تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة النهارده ضد يانج أفريكانز على استاد برج العرب الساعة 6 مساء. مباراة إن شاء الله تكون من حليف النادي الأهلي والفوز يكون من حليفنا. قبل أي حاجة عزيزي المشاهد ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضغط لايك ومتابعة فضلا وليس أمرا. اللايك والمتابعة يفيدوني جدا فما تبخلش عليا بالاثنين. بالنسبة للتشكيل المتوقع وأهم النقاط اللي هيستخدمها الأهلي النهارده ضد يانج أفريكانز في الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا. طبعا شفنا تصريحات كتير قبل كده إن يوسف بالعمري هيكون موجود في قائمة مباراة يانج أفريكانز، وده ما حصلش بسبب إن اللاعب اتأخر في الانضمام للنادي الأهلي. بالنسبة لتشكيلة النهاردة وتوقعاتنا للمباراة هنبدأ بالتشكيلة. في حراسة المرمى شوبير، الظهير الأيمن محمد هاني، الظهير الأيسر كوكا، قلبي الدفاع ياسر إبراهيم وياسين مرعي. في خط الوسط أليو ديانج ومروان عطية وإيمان عاشور. بالنسبة للأجنحة جناح أيمن أحمد السيد زيزو، جناح أيسر محمود حسن تريزيجيه. في رأس الحربة اللاعب الجديد القادم من سيراميكا كليوباترا مروان عثمان. ده بالنسبة للتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز في مباراة النهاردة. هل أنت شايف إن التشكيل ده الأنسب لمباراة النهاردة ولا لأ؟ وهل الأهلي قادر إنه يفوز سكور على نادي يانج أفريكانز ولا لأ؟ قول لي توقعاتك لمباراة النهاردة في تعليق، ولو شايف إن في تعديلات في التشكيل اكتب لنا في التعليقات برضو، وإن شاء الله الفوز يكون من حليفنا وإن البطولة تكون في دولاب النادي الأهلي. بس كده عزيزي المشاهد، ده ملخص كلامي. لو شايف ان انت استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك ومتابعة. بس كده، وقبل ما اقفل الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.